بجد انا كل ما بجرب توليفه القهوه دي بستغرب ازاي في ناس كتير جدا مش مقتنعه ان هي تعمل توليفه قهوه ببن ارابيكا 100%، مع ان التوليفه دي حققت نسبه مبيعات عندنا عاليه جدا. فتعالى اما اقول لك على التوليفه في السريع. تاخد 200 جرام من البن البرازيلي اللي هيعللك الكريمه جدا في قلب الخلطه، وفي نفس الوقت مش هيديك اي نسبه مراره. وبعدينك هتاخد 150 جرام من البن الهند الارابيكا اللي هيديك في 3 درجات الوسط تيست الشوكولاته، فالقهوه هتبقى مايله كده لتيست الشوكولاته مع الكريمه. فتعال نكمل الخلطه. هناك هتاخد 100 جرام من ابن عم الكولومبي الجيتومالي اللي بيديك نفس التيست بتاع الكولومبي بس بدون اي نسبه مراره. ومش هننسى ريحه القهوه، فهناخد لها 50 جرام من البن الحبشي اللي هيخليك ريحه القهوه عاليه جدا، وفي نفس الوقت بيظبط لك من الوش والقوام بتاع التوليفه. اننا كمصريين مايلين للتحويجه شويه، فالنص كيلو ده هنحط له 20 جرام من الحبهان. بصراحه انا بضيف قرنفل كده لان بحب طعم القرنفل في قلب القهوه. بحب ريحه الورد جدا في قلب التحويجه، بيدي ريحه حلوه قوي كده، فاحط شويه ورد. جوز الطيب حاجه اساسيه في قلب التحويجه، فهاخد واحده من جوز الطيب وهكذا، وبعدين هنزلها في قلب الخلطه على كده يدوك طاقه وباور.